السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد في قناة اسهل الوصفات مع مريم. مبروك عليكم هذا الشهر، الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه باش ما كتمناو. اليوم باذن الله كنقترح عليكم واحد التحليه كتجي منعشه ولذيذه بزاف، تقدروا تحضروها للسحور. سهله اقتصاديه ما كتاخذش وقت بزاف. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للطبقه الاولى غادي نحتاجو في المقادير نص لتر حليب بارد، علبه صغيره فلون بذوق الفاني بدون السكر، جوج معالق كبار معمرين بودره الباتيسير، وجوج معالق كبار سكر سنيده. على بركه الله. بالنسبه لطريقه التحضير، في كاسرول غادي نوضع سكر سنيده. بالنسبه للسكر على حسب الذوق، وغادي نضيف بودرة الباتيسير. انا استعملت بنكهة الحامض، تقدروا تستعملوا بودرة الباتيسير بنكهة الفاني اولا تقدروا تعوضوها بالنشا. وغادي نضيف كيس ديال الفلون بمذاق الفاني. صافي غنضيف شويه ديال الحليب وغادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم حتى كيندمجوا. وغادي نضيف ما تبقى من الحليب صافي، وغادي نحطوه فوق البوطه. غنبقى نحرك فيه حتى كيعقد. كيف ما كتشوفوا من بعد ما عقد الخليط وطلعت فيه الغليه، غادي نزولو من فوق البوطه وغادي نفرغو في كؤوس الشكل اللي بغيتو صافي. وغادي نخليه حتى كيبرد، كندخلو للثلاجه يجمد شويه يعقد صافي. وغادي نخرجو. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمد، خديت هنا تشكيله ديال الفواكه. استعملت انا البنان والتفاح، الفريز والكيوي قطعتهم مربعات صغيره. غادي نوضعهم كطبقه ثانيه فوق الفلون وغادي نخليهم على جنب، وغادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاجو جوج كؤوس ديال عصير البرتقال، خديتو عصرتو وصفيتو. غادي نضيف عليه جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وكيس ديال الفلون بذوق الفاني، علبه غير صغيره صافي. غادي نحرك هاد المكونات مزيان بعضياتهم حتى كيندمجوا، وغادي نوضع الخليط فوق النار مع التحريك حتى كيغلى صافي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما غلى غادي نفرغوا فوق الفواكه بهذا الشكل صافي. وغادي نخليه حتى يجمد ويبرد مزيان، وغادي نقدمه ان شاء الله بالصحه والراحه. هنا كيف ما كتشوفوا كيجي رائع وكيجي عاقد. تقدروا تزينوه بالشونتيي، راه كيبقى اختياري. نتمنى ان شاء الله هاد التحليه تنال اعجابكم وتجربوها باذن الله. كنبغي نشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.